عليكم، معاكم ممدوح الرفاعي، والنهارده هتكلم معاك في حاجه مهمه جدا، هي ازاي تتعلم اي لغه اجنبيه بطريقه سهله وبسيطه وفي اسرع وقت. وفي نفس الوقت اقول لك انا جبت الآلة الموسيقيه دي معايا ليه، بس ده بعد شويه. لازم تبقى متاكد من حاجه مهمه عشان تتعلم اي لغه اجنبيه بسرعه. لازم تبقى عارف ومتاكد ومقتنع ان اللغه دي هتغير حياتك للافضل. يعني مثلا لو انت محتاج تتعلم لغة معينة عشان خاطر الشغل بتاعك، لازم تبقى متأكد انك لو اتعلمت اللغة دي حياتك هتغير للأفضل، فده هيصبح هدف في حياتك. لو انت عايز تدرس مثلا في بلد معينة المفروض تتعلم اللغة بتاعتها، لازم تبقى متأكد ان اللغة دي هتغير حياتك. اما لو انت بتتعلم لغة أجنبية وانت مش عارف ايه السبب او بتتعلمها ليه، صعب جدا انك تتعلمها، لان سبحان الله عقلك الباطن او احنا ربنا خلقنا لما نكون عارفين ان في حاجة هتغير حياتنا للأحسن، جسمك او عقلك ومخك كله بيستوعبها بسرعه. تمام. حاول تتعلم بطريقه تانية مش الطريقه المعتاده. الطريقه المعتاده اللي احنا درسناها في المدارس، اللي هي مثلا الحروف وبعدين القواعد وبعدين الكلمات. اعمل العكس، ابتدي بالكلمات وبعدين الحروف وبعدين القواعد. هتقولي بقى احفظ الكلمات ازاي؟ هقول لك حاجه او طريقه عامه سهله جدا انا كنت بستخدمها في روسيا بتعلم بيها الكلمات لما كنت بدرس هناك. كنت بخلي كلمه مثلا، كل كلمه وليها حركه او ليها شعور معين. زي مثلا بالروسي كلمه موتوسيكل، هي بالروسي تعني موتوسيكل، فكنت بقعد اعمل كده عن موتوسيكل عن موتوسيكل. كلمة مثلا عربية تعني بالروسي ماشينة، فكنت بقعد اعمل ايه ماشينة. بالطريقة دي حفظت كمية كلمات كتيرة جدا ساعدتني في اني ابتدي اتعلم اللغة واتفاهم مع الناس عامة. في أسطورة بتقول لك إن أي لغة صعبة ومش سهلة. على فكرة أي لغة سهلة جدا لو حفظت من 300 ل 400 كلمة. سهل جدا إنك تبتدي تتعامل مع الناس، إنك تبتدي تفهم الفيلم اللي بتتفرج عليه، تبتدي الموسيقى اللي بتسمعها، تفهم الأغنية عن إيه. فحاول دايما تعلم، تبتدي زي ما أنا قلت لك بكلمات كتيرة وبعدين حروف وبعدين قواعد. حاجة تانية مهمة جدا عشان تتعلم أي لغة، لازم تبقى حابب اللغة، لازم تبقى حابب الثقافة بتاعت اللغة. طبعا انا انصحك، في ناس تقول لك لا ثقافتهم مختلفه، خد الحاجات الايجابيه منهم وسيب الحاجات السلبيه، لانك لو حبيت اللغه وحبيت الثقافه بتاعه الشعب هتتفتح اكتر للغه دي ومخك هيستوعبها اكتر وهتبقى العمليه بالنسبه لك اسهل بكتير. شيء تاني مهم جدا انك تحاول تتفرج على افلام، تتفرج على اخبار، تتفرج على برامج باللغه دي. حتى لو انت مش عارف اللغه، ده هيساعدك في المستقبل انك تلاقي كلمات كتير انت اوريدي. يعني سبحان الله انا كنت بعمل كده، كنت بقعد اتفرج على الاخبار باللغه الروسيه، كنت بقعد مثلا اتفرج على برامج معينه باللغه الروسيه، فده خلاني بعد فتره معينه احس ان في كلمات اكني كنت عارفها بس مش عارف منين. فحاول تعمل الموضوع ده. الموسيقى حاجه مهمه جدا. كل ما تلعب موسيقى اكتر، كل ما تكون بتلعب موسيقى، كل ما سبحان الله بيحصل في الخلايا بتاعت مخك حاجة سحرية تتعلم بيها اللغات أكتر. أنا كنت بعمل الطريقة دي، كنت بلعب على آلات موسيقية مختلفة، وده كان بيساعدني جدا إن أنا أتعلم أي كلمات جديدة. وإن أنا اتعلمت اللغة الروسية في خلال 6 شهور كنت بتكلم روسي كويس جدا. زائد إن أنا كنت على طول بسمع موسيقى، كنت على طول بشتري ديسكات معينة. أياميها كان في الديسك مان، كنت بمشي على طول في الشارع ومعايا في ودني سماعات على طول بسمع أغاني روسية مختلفة، واروح اسال الناس الكلمه دي ما تعني ايه. كنت بخش بشوف القاموس عندي مثلا ايه الكلمه دي تعني ايه، لانها بتتكرر على طول في عامه في دماغك. فدي حاجه مهمه جدا اكد عليها. الموسيقى، حاول تسمع موسيقى كتير. الاهم من كل ده انك ما تتكسفش. لو لاحظت هتلاقي الاطفال بيتعلموا اي لغه اجنبيه بطريقه سريعه جدا. هتسال نفسك ليه؟ لان الاطفال ما بيتكسفوش. لو انت اتعلمت كلمات معينه وبتنطقها بطريقه مش صح، مش معناها ان اللي عارف اللغه دي هيجي عليك يخنقك من رقبتك يقول لك هتودي اللغه بتاعتنا في داهيه. لا بالعكس، هيصلحها لك بالعكس، وهيكون سعيد انك تتعلم لغه تانية. زي احنا مثلا في الوطن العربي لما واحد يكون بيتكلم عربي مثلا بطريقه خاطئه، بتحاول تقول له لا الكلمه دي بالعكس، تبقى انت عايز تشرح له الكلمه صح، تحاول تشجعه. فحاول، اهم حاجه ما تتكسفش، تكون عارف اللغه، حاول تتكلم بيها على قد ما تقدر وتدارك صوتك. ما تتكسفش، خليك اكنك طفل. الحاجة اللي أهم من كده، حاول تدور على حد تعمل معاه تدريب. يعني عن طريق السكايب ممكن تلاقي أي حد، عن طريق فيسبوك تحاول تكتب على حد، تعرف على حد عشان تقدر تتكلم معاه. فده يساعدك أكتر في إن اللغة بتاعتك يحصل لك تدريب كتير. أتمنى من الله إن أكون فدتكم، ولو عجبكم الفيديو اعمل لايك، انشر الفيديو ده، خلي شباب كتير زيه وزيك يحاولوا يستفيدوا حاجة من الموضوع ده. لو عايز تشوف فيديوهات تانية خش على القناة بتاعتي على اليوتيوب، هتلاقي عندي فيديوهات مختلفة. شكرا لكم، كان معاكم ممدوح الرفاعي.